بيبدأ الفيلم في المستقبل لما سفينة تعدين اسمها بورياليس كانت مسافرة في الفضاء، وكل طاقم السفينة كانوا نايمين جوه كبسولات تجميد لأن لسه كان فاضل 4 سنين على وصولهم لوجهتهم. وفجأة شهاب بيخبط في السفينة وبيعمل دمار كان كفيل إنه يفعل الإنذار في واحدة من الكبسولات. فبيصحى أندي مفزوع على فيديو لعيلته اللي لسه عايشة على كوكب الأرض، والذكاء الاصطناعي بتاع السفينة بيقول إن في اختراق في جسم السفينة وإن نظام النجاة اتفعل. وفي نفس الوقت مجموعة من الأذرع الميكانيكية بتبدأ تصنع بدلة خاصة حوالين أندي، والبدلة دي كان فيها إمداد أكسجين محدود وذكاء اصطناعي خاص بيها. بعدها نظام الإطلاق الطارئ بيشتغل، وكل كبسولات التجميد بتطرد بره سفينة بورياليس. أغلبها بيطلع بأمان، لكن في كبسولات بتتصاب بالنار مع بداية انفجارات صغيرة في أجزاء مختلفة من السفينة. الأذرع الروبوتية بتكمل تركيب الخوذة على راس أندي وبتشغل دفاعاتها قبل ما تبعد في الفضاء. لكن أول ما دخلوا الغلاف الجوي الأقرب كوكب، قوة الجاذبية كانت شديدة جدا لدرجة إن كبسولات التجميد ابتدت تقع بسرعة خطيرة، وفي كبسولات ولعت وانفجرت وهي نازلة. كبسولة أندي فتحت جناحاتها بس ابتدت تتكسر واحدة واحدة، والمحرك بتاعها باظ، وفجأة خبطت في جزء مرتفع من الأرض ووقعت، وفضلت تزحف على أرض صلبة كام ثانية لحد ما وقفت فوق كوم التراب. أندي بيفوق مفزوع، والذكاء الاصطناعي افتكر إنه جاله أزمة قلبية وابتدى يجهز جهاز الصدمات، بس أندي لغاه في آخر لحظة، وبيبص من الشباك وبيكتشف إنه واقع في أرض فاضية. فبيحاول يستخدم الراديو بس ما جالوش أي رد. فجأة الكبسولة اتحركت، والذكاء الاصطناعي شرح له إنهم واقفين على أرض غير مستقرة ولازم يطلع فورا. لكن لما حاول يفتح الكبسولة ما حصلش أي حاجة. أندي راجع شنطة النجاة واكتشف إنها ما فيهاش شعلة إنقاذ بسبب رتبته القليلة، فضرب الباب برجله بس ما فتحش. فجرب طفاية الحريق وقدر أخيرا يكسر الإزاز، وهو بيحاول يطلع الكبسولة مالت على جنب فوقع تاني جواها، والإزاز المكسور بوظ البدلة بتاعته وهو بيحاول يطلع، وابتدى يفقد الأكسجين. بس لحسن حظه كان معاه سبراي إصلاح، فرشه بسرعة وقفل الشرخ. وفي اللحظة دي المحرك عمل قفلة وابتدت نار صغيرة تولع ورا الكرسي. أندي استعجل ولم لعبة ابنه وشال شوية تراب وقدر أخيرا يطلع من الكبسولة. بص حواليه ولاحظ سفينة بورياليس وهي مولعة وبتقع من السماء لحد ما خبطت في الكوكب وسببت انفجار ضخم. موجة الصدمة خبطت أندي ووقعته على الأرض. فاق بسرعة وسأل الذكاء الاصطناعي عن شوية معلومات، فاكتشف إن السفينة كانت كملت نص الرحلة بس، وإنه موجود في منطقة مجهولة، وبيلاحظ نور بعيد فابتدى يمشي ناحيته وهو بيحاول يتواصل مع أي حد على الراديو. وبعد ما مشي شوية لقى نص سفينة بورياليس مولعة جوه كبسولة قريبة، فدخل علشان ياخد تانك أكسجين، لكنه اتخض لما جثة واحد من الطاقم وقعت قدامه. ولما بص كويس اكتشف إن تانك الأكسجين بايظ. أندي بعد وكمل مشي من غير ما ياخد باله من الدم وأثار الجروح اللي كانت فوق الكبسولة. بعد دقايق أندي لقى مجموعة أضواء استغاثة SOS وسط رياح شديدة جدا. المكان ده كان مجهزه دوين اللي قدر يلم شوية معدات، وكان ابتدى يفكر ياخد لحم من الجثث علشان يعرف يعيش. دوين كان قدر يبص على سجل الملاحة قبل الاصطدام واكتشف إن الشركة اختصرت الطريق وعدت من حزام كويكبات علشان توفر وقود، وده اللي فسر وجودهم في منطقة مجهولة. دوين كان بيحاول يستخدم المعدات علشان يبعت رسالة استغاثة للأرض، والرسالة دي هتاخد حوالي 8 شهور على ما توصل، ولو المنقذين استخدموا سفينة سريعة ممكن يوصلوا بعد حوالي 2 سنين. أندي ابتدى يفقد الأمل، لكن دوين قال له إن ممكن يلاقوا وسيلة للنجاة في النص التاني من سفينة بورياليس. وهو بيرجع خطوة لورا أندي بالغلط فصل الجهاز من الفيشة فلف علشان يصلحه، وفي اللحظة دي كائن غامض نط فجأة وخطف دوين وبيختفي من غير أي أثر. ولما أندي لف تاني لقى نفسه لوحده تماما. وبعد ما بعت الرسالة للأرض أندي أخد سلاح دوين، والذكاء الاصطناعي فكروا إن مستوى الأكسجين عنده واطي، فبيطلب منه أندي يحدد مسار لأكبر حتة فاضلة من سفينة بورياليس. وابتدى يمشي وهو طول الوقت فاتح الراديو يدور على أي ناجين تانيين. وفي الآخر وصل لحافة منحدر، والذكاء الاصطناعي قال له إن نظامه مش شغال كويس. أندي افتكر عيلته وصرخ من الحزن لحد ما سمع صوت على الراديو، ودي كانت ناجية تانية اسمها نعومي.
بس الإشارة كانت ضعيفة، فأندي جري لحد ما بقى سمعها من غير تشويش. نعومي كانت محبوسة جوه كبسولتها، وقالت إنها دورت على أجهزة تتبع الرحلة، لكن للأسف الناجين الوحيدين هم هي وأندي ودوين. فبعتت له موقعها، بس الذكاء الاصطناعي حذره إن المنطقة اللي هي فيها غير مستقرة، وإن الأكسجين اللي معاه ممكن ما يكفيش يوصل لها. أندي تردد شوية وخاف يخاطر، لكن نعومي أقنعته لما قالت له إن معاها أكسجين يكفيهم هما الاتنين. بعدها أندي فضل يتمشى وهو بيتكلم مع نعومي طول الطريق، وفجأة أندي سمع صوت غريب فطلب من الذكاء الاصطناعي يعمل مسح للمكان، لكن الخاصية دي ما كانتش متاحة. ولما نعومي سمعت اسم الموديل بتاعه أكدت له إن النوع ده من الذكاء الاصطناعي المفروض كانت لغى من زمان، وده كان واحد من الحاجات اللي الشركة عملتها علشان توفر فلوس من غير ما تهتم بسلامة الطاقم. ولما الليل دخل، أندي كان ماشي بحذر لأن نور الخوذة بتاعته ضعيف، ووقف فجأة لأنه حس إنه شاف حاجة، بس قال لنفسه إن ده مجرد خيال وكمل مشي. وبعد ثواني لاحظ حفر غريبة في الأرض، فابتدى يمشي وراها لحد ما وصل لحفرة أكبر ومتغطية بشباك عنكبوت، وساعتها استوعب إن الحفر الصغيرة دي كانت آثار أقدام. أندي اتفزع وابتدى يمشي أسرع، ولاحظ إن شباك العنكبوت بتكتر حواليه أكتر وأكتر. وبعد شوية الدنيا ابتدت تتلج، وأندي حس إن الأصوات اللي سمعها بقت أقرب لزئير أو قرقرة مرعبة، وحاجة كبيرة عدت جري قريب منه. أندي استخبى فورا وطفى نور الخوذة، ونعوم استغربت لأن جهاز المسح عندها كان مبين إن في مجموعة أجهزة تتبع بتاعة الطاقم بتتحرك في اتجاهها، بس محدش فيهم بيرد. أندي خلى الذكاء الاصطناعي يتصل بأجهزة التتبع دي، وفجأة الإشارات بقت حواليه في كل مكان. وفي نفس اللحظة نعومي قالت له إنهم قدامه مباشرة، بس هو ما كانش شايف أي حاجة. شعلة إنقاذ اتضربت في الهواء، والنور كشف عن عنكبوت عملاق قريب منه، وبما انه كان واكل الطاقم فأجهزة التتبع كانت جوه بطنه. سلاح دوين ما اشتغلش، فأندي صرخ وابتدى يجري، بس العنكبوت حاول ينط عليه. أندي وقع في شق في الأرض، ولما بص لفوق لقى الكائن بيحاول يوصل له، فبيجري وهو مرعوب، والعنكبوت كان ماشي فوقه وبيحاول يخبطه بمخالبه. لكن لحسن حظه أندي تفادى كل الهجمات، بس تركيزه كان كله مع الوحش، فبيقع من حافة منحدر وابتدى يتدحرج بسرعة رهيبة. والألم كان فظيع، بس على الأقل التلج خفف شوية من شدة الوقعة. والعنكبوت كان بيزمجر عليه من فوق، بس معرفش ينزله. وأندي كان لسه مرعوب من اللي حصل له، ونعومي قطعته وقالت له إن مستوى الأكسجين عنده بيقل، واتضح إن الوقعة عملت قطع تاني في البدلة. أندي استعجل ورش سبراي الإصلاح علشان يقفله، وقدر يقفله فعلا، بس استهلك كل السبراي اللي كان معاه. وفي اللحظة دي بيسمع صوت دوين على الراديو بيستغيث وبيطلب المساعدة، وبيقول إنه بيحارب شوية عناكب. نعومي طلبت من أندي يساعده، بس أندي ما كانش عايز يواجه وحوش تاني، خصوصا إن جهاز المسح عنده مش شغال كويس. لكنه غير رأيه لما نعومي قالت له إن دوين معاه أكسجين. أندي جري وسط الكبسولات الواقعة وشاف شعلات الإنقاذ اللي دوين كان مولعها، ومشي وراها لحد ما وصل له أخير. دوين كان لسه هيقول له نقطة ضعف الوحش، بس العنكبوت نط عليه تاني. أندي اضطر يستخبى وكان سامع اللي بيحصل على الراديو لحد ما دوين اتقتل. أندي جري واستخبى ورا كبسولة تانية على أمل إنه يهرب، لكنه اتفاجئ بوحش تاني قريب منه، وكان هو كمان بياكل في الجثث. نعومي شغلت صوت وإضاءة الذكاء الاصطناعي في واحدة من الكبسولات، فواحد من العناكب اتشتت وراح ناحيتها، وده سمح لأندي يجري ويستخبى جوه كبسولة تانية. وبعد كده نعومي حاولت تشغل كبسولة مختلفة علشان تلهي الوحش التاني، بس شغلت النور جوه كبسولة أندي بالغلط، فاتخض أندي لما شاف جثة قدامه. بس لحسن حظه قدرت تشغل كل الكبسولات التانية كمان، وبما إن العنكبوتين اتلهوا أندي قدر يهرب أخيرا. وبعد شوية الوحوش فهمت إنها اتخدعت وابتدت تجري وراه، بس وقفت أول ما أندي دخل منطقة مليانة ضباب. ولما العناكب مشت أندي قال لنعومي إنها لازم هي كمان تلاقي مكان آمن، لكن نعومي قالت له إنها مش حاسة برجليها، وابتدى يجيلها نوبات هلع. فأندي ابتدى يغني لها نفس الأغنية اللي كان دايما بيغنيها لابنه علشان يهديه. بعدها بيكمل طريقه وبيلاقي سرب فراشات كان منظرهم جميل جدا. واحدة فيهم وقفت على خوذته، لكن فجأة لونها اتحول أحمر وحاولت تهاجمه، بس ما قدرتش تأذيه. لكن بعدها باقي الفراشات لونها اتحول أحمر هي كمان، وهاجموه سوا. أندي جري شوية وقدر يسيبهم وراه، لكن صوت زمجرة خلاه يفهم إن الفراشات كانت خايفة من حاجة أخطر منه. وفجأة الأرض اتشققت
وطلع وحش عملاق خطف أندي وغطاه بمادة لزجة علشان يثبته. الوحش بلع أندي حتة حتة لحد ما جسمه كله بقى جوه بق الكائن. فبيقول أندي للذكاء الاصطناعي إن جاله هبوط حاد في القلب، فجهاز الصدمات اشتغل فورا، والصدمة الكهربية كانت قوية لدرجة إن الوحش طرده بره في ساعتها. الوحش اتعصب جدا وابتدى يقرب منه، فأندي جري بسرعة واستخبى جوه حاجة شبه جذع شجرة، وكان في حفرة في الأرض هناك. فأندي بيقع فيها وبيلاقي نفسه جوه عش فراشات، والكائنات الصغيرة اتحولت فورا للون الأحمر وابتدت تلسعه وهو بيجري، وما سابتهوش غير لما طلع بره النفق. وبعد كده الذكاء الاصطناعي بلغ أندي إن مستوى الأكسجين اللي معاه يكفيه يوصل لسفينة بورياليس، بس مش هيكفيه يوصله لنعومي، وهي كمان شايفة إنه لازم يروح ناحية السفينة. أندي رفض يستسلم دلوقتي وكمل جري في اتجاهها، وبعد شوية النار اللي ناتجة عن الحطام بقت محوطاه من كل ناحية، والتنفس بقى صعب جدا لحد ما وقع على الأرض من شدة التعب، لكنه غصب عنه بيقاوم وبيقوم يتحرك تاني، وقدر في الآخر يوصل لنعومي جوه كبسولتها، فبتفتح له الباب فورا، وساعتها قدر يتنفس بسهولة من جديد. وبعد كده حاول يطلع رجلها المحشورة بس معرفش، والحسن الحظ إن رتبتها كانت أعلى منه، وشنطة الطوارئ بتاعتها كان فيها أدوات كتير، وأندي قدر يستخدم واحدة منهم ويفك رجلها. نعومي حست بوجع شوية، بس على الأقل رجلها ما اتكسرتش. وبعد ما استريحوا خدوا الشعلة والسبراي وابتدوا يتحركوا. الوجع كان مخلي المشي صعب على نعومي، فأندي عمل دعامة لرجلها وده ساعدها تمشي أحسن. وأثناء ما نعومي كانت بتفحص سلاح دوين، فجأة سرب من العناكب ابتدى يقرب عليهم واحدة واحدة. الاتنين جريوا على طول، ونعومي فضلت تطلب من الذكاء الاصطناعي يحقنها بمسكن علشان تفضل قادرة تستخدم رجلها، والعناكب وراهم. أندي ونعومي وصلوا للنص التاني من سفينة بورياليس، واللي كان باين إن حالتها كويسة، فكملوا جري ونعومي وقعت، فأندي مسكها وساعدها تتزحلق علشان يهربوا بسرعة. العناكب كانت قربت خلاص وناوية تنقض عليهم، والاتنين فضلوا يزقوا حطام السفينة علشان يقفلوا الطريق وراهم، بس الحطام نفسه كان بيقع، وعنكبوت كان قرب يمسكهم، بس نعومي ضربت شعلة إنقاذ والوحش جري وراها، وبعد كده ضربت شعلة تانية علشان تلهي باقي العناكب، وكده قدروا يكملوا جري لفوق لحد ما دخلوا أخيرا سفينة بورياليس. نعومي ما عرفتش تشغل لوحة التحكم، والعناكب كانت بتقرب أكتر وأكتر، لكن في اللحظة اللي واحد منهم كان على وشك يدخل قدرت تقفل الباب في آخر ثانية، والعنكبوت اتسحق، وباقي العناكب ابتدت تخبط على الباب بعنف، بس نعومي وأندي دخلوا يستكشفوا المكان، وكان فيه أضرار واضحة، بس النور كان شغال، وده معناه إن المولد الاحتياطي سليم. عنبر الشحن كان مليان صناديق إمدادات، والجو جواه مستقر، يعني يقدروا يعيشوا هناك لحد ما المساعدة توصل. وفي ممر جوه السفينة كان فيه آثار دم، فمشي وراها لحد ما وصلوا لغرفة التحكم الرئيسية، ولقوها متغطية بأحشاء وشباك عنكبوت، فبيستخبوا لما شافوا عنكبوت ضخم داخل وبيفتح بطنه وبيرمي أجزاء بشرية وخوذة. أندي حس بالغثيان وبيمسك نفسه علشان ما يرجعش، والحسن الحظ العنكبوت مشي من غير ما يشوفهم، فبيحاولوا يتحركوا، لكن فجأة فتحة في السقف بتفتح وبيظهر وحش أكبر بكتير. أندي قفل الباب بسرعة علشان الأمان، لكن نعومي زعلت منه وقالت له إنهم كده اتحبسوا في غرفة عزل هوائي. العنكبوت فضل يخبط على الباب، وأندي فضل يضرب الباب التاني بأداة بس من غير فايدة، ومفيش حل غير إنهم يستسلموا ويقعدوا مستنيين النهاية. فأندي بيشغل فيديو لعيلته وهو بيحكي لنعومي إنهم ماتوا في حادثة عربية، وإنه عايش حاسس بالذنب لإنه هو اللي كان سايق. نعومي زعلت منه تاني وبتقوله إنها لسه عايشة بسببه. وقتها بيحسوا إنهم خلاص هيموتوا، لكن في اللحظة دي نعومي لاحظت كرة مليانة فراشات محبوسة في بدلة أندي، ولما العنكبوت عرف يكسر الباب بيرموا الكرة عليه، والفراشات هجمت عليه في ساعتها، فبيتراجع وبيبعد، فبيضغطوا زرار في اللوحة الرئيسية علشان يفتحوا الباب التاني، وبيجروا بسرعة ناحية مخزن الشحن، لكنهم وقفوا فجأة لما اكتشفوا إنهم على منصة عالية، والعنكبوت كان قدر يبعد الفراشات من على جسمه ويجري وراهم، ومع إنهم مش قادرين يقفلوا الباب فبيضطروا ينطوا من فوق المنصة علشان يفلتوا منه، والعنكبوت نط هو كمان ونزل في مخزن الشحن في نفس الوقت معاهم. الوحش فاق بسرعة وهجم عليهم من تاني، فأندي رمى السبراي جوه بقه، والعنكبوت عض السبراي والعلبة انفجرت في وشه، وده اداهم فرصة يهربوا.
وبعد شوية العنكبوت جري على السقف علشان يلحقهم، ونط ونزل وراهم مباشرة، والاتنين وقعوا على الأرض. لكن نعومي قامت بسرعة وجريت علشان تخليه يطاردها، وهي بتصرح لأندي إنه لازم يلاقي طريقة يقتله. أندي لاحظ إن لسه في كبسولات نوم في مخزن الشحن، فبيطلب من الذكاء الاصطناعي يدور على واحدة شغالة، وطلعت في مكان عالي. وأندي بدأ يطلع بأقصى سرعة لحد آخر صف من الكبسولات، ووصل للمنصة العلوية في نفس اللحظة اللي العنكبوت فيها بيهجم على نعومي. وبعدها أندي طفى النور، وده ساعد نعومي إنها تستخبى جوه صندوق من غير ما العنكبوت يشوفها. وجوه الصندوق بتلاقي شوية أنوار طوارئ. ولما أندي حاول يفصل كبسولة النوم ويقذفها، الذكاء الاصطناعي قالوا إن ده مستحيل لأن الكهرباء متقفلة، وإن الحل الوحيد إنه يعمل القذف يدوي من جوه الكبسولة نفسها. أندي دخل الكبسولة ووصل الذكاء الاصطناعي بتاعه، وفي نفس الوقت نعومي طلعت من الصندوق والأنوار ملفوفة حواليها، فالعنكبوت شافها وجري وراها تاني. أندي مسك لعبة ابنه وبصلها بحزن وودع الذكاء الاصطناعي بتاعه، وبيستنى اللحظة المناسبة. بس فجأة ذكرى حادثة العربية بتعدي قدام عينيه، وفي اللحظة دي الكبسولة بتندفع وبتقع فوق الوحش مباشرة وبتقضي عليه نهائيا. نعومي بتجري ناحية أندي وهي بتعيط فاكرة إنه مات، وبتفضل تنادي عليه كذا مرة لحد ما أندي فاق فجأة وطلع لسه عايش. وفي النهاية الاتنين وقفوا قدام الشباك وبيتفرجوا على شروق الشمس ومستنيين المساعدة توصل لهم. وبس كده يا صديقي، وبيخلص الفيلم على كده. ولو عجبك الفيلم ما تنساش تعمل لايك وشير واشتراك لقناة كبسولة أفلام علشان يوصلك كل ما هو جديد وحصري في عالم الأفلام. وما تنساش تقول لنا رأيك في الكومنتات. أشوفكم الملخص الجاي. سلام.